تمام. الناس بدأت تدخل. أكدوا لي في الأول في الكومنتات إن الصوت تمام بالنسبة لكم عشان نبدأ السيشن. تمام. النهاردة هنكمل التراك بتاعنا. في الأول السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وماشيين كويس في التراك و الفرونت اند معاكم كويسة. هنبدأ النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد اللي هو اليو اي والبوتستراب. هكون معاكم أشرقة ماهر، يو اي ديزاينر وجرافيك ديزاينر ويو اي يو اكس كور تيم وويب ديفلوبر. تمام. هنبدأ النهاردة السيشن بتاعتنا هتكون مقسومة جزئين. في الجزء الأولاني هنتكلم عن اليو اي، وفي الجزء الثاني هنتكلم عن البوتستراب. بداية كده هنبدأ نشوف ايه هو مصطلح اليو اي عموما. فلو حد معانا سمع المصطلح بتاع اليو اي قبل كده او يعرف هو ايه، واليو اكس نفس الحوار. فلو حد عارف قبل ما نبدأ كده نعمل اوفر فيو سريع لو حد عنده خلفية. تمام. بداية كده اليو اي هي اختصار اليوزر انترفيس. يعني ايه يوزر انترفيس؟ يعني واجهة المستخدم. فيها انا بستخدمها في الويب سايت او بستخدمها في الابليكيشنز بحيث ان انا ابدا ادور ازاي هنفذ ديزاين كويس للويب سايت بتاعي، بحيث ان انا استخدم الديفات مثلا اللي عندي بشكل والوان كويسه بخطوط كويسه. ده مصطلح اليوزر انترفيس. المصطلح الثاني اليوزر اكسبيرينس او اختصاره يو اكس، يعني تجربه المستخدم. يعني ايه تجربه المستخدم؟ يعني ببدا اشوف اليوزر ايه اللي وصل له من الويب سايت بتاعي. هل هو مبسوط ان هو بيستخدم الويب سايت، ولا يا دوبك استخدمه مره او مرتين وخلاص رماه؟ يعني انا كده ما حققتش اي حاجه. انا ممكن اكون مقدمه له مثلا الويب سايت بتاعي شكله حلو، بس هو مش بيستخدمه عشان مش عارف يوصل للحاجات اللي هو محتاجها. تمام. في الويب بيكون اليو اي عندي بيركز على كذا نقطه. ان هو في العموم بيركز على الستايل بتاع السايت بتاعي، بحيث ان انا ببدا ابص من حيث الكلر، من حيث الفونتس اللي عندي هبقى استخدمهم ازاي، ومن حيث الترتيب بتاعهم، الاستراكشر بتاع الويب سايت هيبقى ماشي عندي ازاي. هعرض مثلا في الاول لو هناخد مثال زي الويب سايتس اللي بيعرض منتجات مثلا، او اي زي حاجه زي سوق دوت كوم. فبنبدا نعرض مثلا فيها المنتج في الاول، او اي ويب سايت انت هتدخله بيبقى موجود عندك من فوق جزء كده بيبقى مكتوب فيه الهوم والاباوت والحاجات دي. ده بنسميه الناف بار. تاني حاجه بتبقى موجوده بيبقى عندك مثلا هو بيعرض لك الحاجات الفيتشرز اللي عنده الجديده في هيئه صور، او الحاجات اللي هو بيقدمها في هيئه صور كده سلايد شو بيعدي قدامك. تمام. فدي تاني ديف مثلا عندك. تالت ديف مثلا هو بيبدا يحط البيست سيلر بالنسبه له، الحاجات اللي بتتباع. تمام. هيبدا مثلا يعرضهم في شكل 3 ديفات. الكلام ده كله ده يو اي، وده استراكشر بتاع الديزاين. تمام. اليو اكس ايه دوره بقى مع ده؟ اليو اكس هو ان دلوقتي اليوزر دخل عندك بس انت مش مرتب له الموقع صح، فهو بيبدا يبص على ترتيب الاستراكشر بتاعك ماشي ازاي. هل الترتيب ده بيناسب اليوزر؟ هل الترتيب ده بيرضي اليوزر؟ يعني هو بيلاقي الحاجه اللي هو محتاجها على طول ولا لا؟ تمام. هنبدأ نتكلم بعد كده، عايزين ناخد مثال عملي على حاجة فيها تطور لليو اي واليو اكس. لو جينا مثلا بصينا للشكل بتاع الفيسبوك وقارناه ما بين 2008 وما بين 2020، هل هو نفس الشكل؟ هل هو نفس الحاجات؟ يعني انا لو قلت لك دلوقتي خد الويب سايت بتاع الفيسبوك نفس الاصدار ده، الفيرجن بتاعت 2008 استخدمها لي دلوقتي، هل انت هتبقى راضي او هتقبل الفكرة اصلا؟ لا. طيب ايه اللي خلاك انت رافض؟ ايه السبب في رفضك؟ ان انت دلوقتي مثلا لو بصينا للشكل بتاع الفيسبوك في ايام 2008، او مش الشكل بس، الحاجات الفيتشرز موجوده فيه. ابسط مثال حوار الريبلاي مثلا. انت دلوقتي مثلا منزل بوست وحد عمل لك كومنت، انت عايز تعمل ريبلاي على الكومنت بتاعه، مش قدامك الفرصه دي. انت خلاص كان عندك ان انت بترد في كومنت عليه من اول وجديد، وانت مش عارف اصلا هو ممكن يشوف وما يشوفوش، لكن دلوقتي في حوار ان انت تعمل عنده ريبلاي.
ممكن مثلا الفيتشرز بتاعت الرياكت ده لسه ظاهر من سنتين بس، تمام. وبعد ما ظهر كان في الاول في 2008 مثلا او في القديم، ان هو كان مجرد الرياكت بالنسبه لك لايك، عجبك البوست لايك، ما عجبكش لا مش هتعمل حاجه. لكن دلوقتي عندك في لايك، في لاف، في مش عارفه ها والكلام ده كله، وفي عندك انجري مثلا لو انت مش عاجبك البوست خالص. فانا كده قدمت لك كذا طريقه ان انت تعبر لي، كذا طريقه ان انت تشارك، تمام. فكده انا هضمن وجودك اكتر، انت هتبقى حابب تشاركني. ومثال برضو على التطور بتاع اليو اي، التطور ده ان انا عملت لايك وخليتها رياكت، ده تطور لليو اكس. تطور لليو اي، يعني انا كان في الاول لو فاكرين شكل اللاف مثلا عندنا الرياكت كان عباره عن حاجه فلات ديزاين خالص، ان هي حاجه ملهاش اي ابعاد، مجرد شكل القلب وخلاص على كده. لكن دلوقتي الشكل فيه شويه 3 دي، فانت بتبقى عايز تعمل كمان لاف عشان تشوف الشكل ده ان هو بيبسطك، تمام. لو جينا بصينا زمان هنلاقي ان الفيسبوك ما كانش بيقدم لي غير اللايت مود، تمام. ما كانش عندي حوار ان انا ممكن احوله واعمله دارك سيم والكلام ده كله. وده حاجه فيتشرز جديده بتبقى موجوده في اغلب الابلكيشنز او اغلب الويب سايتس اللي بنستخدمها دلوقتي. نبدا نشوف مثال عملي على اليو اي. لو بصينا مثلا هنا في الويب سايت ده، زي ما قلنا اي ويب سايت بيبقى عندنا اول حاجه بنبدا بيها الناف بار. بعد كده هنا مثلا بستخدم سلايد شو او بستخدم ديف واعرض فيها المنتج بتاعي او الغرض الاساسي من الويب سايت بتاعي، تمام. وبيبقى عندي بعد كده مثلا ديف تاني وببدا اعرض مثلا انا هقدم ايه، وبعد كده المنتجات وهكذا. لو بصينا للويب سايت ده، الويب سايت ده شكله كويس، انت راضي عن شكله مبدئيا؟ هنبص هنلاقي ايوه شكل اليو اي بتاعه كويس، الوانه كويسه، الخط كويس، الفونت مثلا مقاساته كويسه، تمام. ايه المشكله؟ الويب سايت ده فيه مشكله كبيره. الويب سايت ده هو عباره عن حجز تذاكر، تمام. لو انت بصيت كده من اول ما دخلت مثلا الويب سايت، انت عارف فين هتحجز تذكره؟ هل الويب سايت ده موضح لك؟ اديك مثلا ادي عارف ان هو ليرن مور ومش ليرن مور، طب انا بعدين فين هحجز التذكره بتاعتي؟ المفروض تعمل لي مثلا بوتون هنا ان انا هروح احجز التذكره، تمام. يبقى عندي هنا اليو اي ناجح، تمام، بس اليو اكس مش ناجح. فكده انا عندي اليو اي اللي انا منفذاه ده يوزلس بالنسبه لي، انا مش عارفه هستفيد بيه في ايه، تمام. هبدا ابص له من ناحيه اليو اكس وابدا اقدم الديزاين بتاعي ده لليو اكس، واليو اكس يبدا يحل لي المشكله بتاعتي، يبدا يفكر لي انا ازاي هخلي اليوزر اول ما يدخل اللي هو عايز يشتري تذكره، اللي هو هدفه الاساسي من الويب سايت كله انه هيشتري تذكره، يبدا يدور على طريقه اعرض بيها البوتنز مثلا بتاعه الشراء، تمام. يبقى لازم عشان يبقى الويب سايت بتاعي ناجح لازم انجح يو اكس وانجح يو اي. طب ببساطه جدا انا اقدر اعمل ويب سايت من غير يو اي ومن غير يو اكس؟ هعمل، بس هيقعد معايا قد ايه؟ اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين بالكتير، وخلاص بعد كده اليوزر هيمل منه ومش هيستخدمه. يبقى انا كده رميت الكود ورميت الشغل كله في الارض. يبقى انا لازم افكر ازاي اعمل ويب سايت ناجح شكليا وعمليا لليوزر، تمام. طيب بدايه اليو اي واليو اكس هل بدات من الويب سايت والابلكيشنز والكلام ده كله؟ لا، بدايتها كانت بسيطه جدا. لو بدانا مثلا عندنا مثال عملي اللي هو بدايه اليو اي حرفيا كان في ايه، ان انت بصيت لازازه الكاتشب زمان، كان مره واحده خدوا بالهم ان في المبيعات بتاعه هاينز بتنزل. طب ليه؟ بيشوفوا ان ايه المنتجات اللي هي السبب ان السعر بينزل او ان الناس مش بتشتري، المبيعات مش بتزيد. ليه؟ الازايز. ايه المشكله في الازايز؟ الازايز ده كان دايما معظمها النص الازازه مش بيخلص، تمام، مش بتقدر توصل له، فالناس بتبطل تشتريها. اشتريها ليه وانا هرمي نصها؟ فهنا جه دور اليو اكس، ان هو المشكله مش في المنتج، المشكله مش في اللي بيقدمه هو، مش في الكاتشب نفسه، المشكله ان الازازه انا اصلا برميها. يبقى كده انا عندي ديزاين كويس، كويس بس مش صح، مش هقدر استخدمه. فغيروا الشكل بتاع الازازه. اوضح مثال ان اليو اكس هو عباره عن الهيكل اللي ببدا افكر فيه لليوزر يبقى ماشي ازاي، وببدا احول الهيكل ده لالوان تكون صح، تمام. انا ازاي هنفذ اليو اي؟ عندي تولز لليو اي، عندي الفيجما والاكس دي. الاكس دي ده هيبقى مناسب لو حد عنده خلفيه بالبرامج بتاعه الجرافيك، زي الفوتوشوب، الالستريتور، الكلام ده كله، هتلاقي الانترفيس بتاعته شبههم جدا، تمام. والفيجما هيكون مناسب
لو انت دلوقتي محتاج تشتغل معايا اونلاين، فالاتنين هما الاتنين بيأدوا نفس الوظيفة وبيعملوا نفس الحاجة وفيهم نفس الحاجات، باختلاف الترتيب مثلا او الانترفيس بتاعت كل واحدة منهم. فاحنا النهاردة هنشتغل على الفيجما. تمام. هبعت لكم اللينك بتاعها في الشات. لحظة. تمام، اعتقد اللينك وصل لكم دلوقتي. تمام، الشباب حطوه في الكومنتات اهو. تمام. هنا عندنا ده الفيجما. الانترفيس بتاعته بسيطة جدا، مش محتاجة ان انت يعني تشيل همها ان انت محتاج تتعلم برنامج من اول وجديد. احنا بس مش محتاجين منه حاجة كتير النهاردة غير ان احنا هننفذ عليه الديزاين بسيط. تمام. هنا مثلا عندنا اول حاجة ان احنا محتاجين هنعمل ويب سايت، فمحتاجين نعمل شاشة بمقاس الويب سايت. تمام. هنيجي هنا هنلاقي فيه حاجة اسمها فريم، نضغط عليها. هنختار المقاس بتاع الديسكتوب. هنلاقي مثلا هنا عندي كذا نوع من المقاسات، عندي فون وتابلت وديسكتوب. اللي احنا محتاجينه النهارده نشتغل عليه الديسكتوب. تمام. وهنحتاج نعمل زي ما قلنا اي ويب سايت عباره عن ايه، عباره عن ناف بار وبعد كده سلايد شو والديفات. هنبدا ننفذ الكلام ده. هنختار هنا تاني حاجه في اسمها ريكتانجل. تمام. وفي كذا شكل ممكن تنفذه، لاين وارو ودواير ومش عارفه بلجن والحاجات دي كلها. احنا محتاجين دلوقتي بس ريكتانجل. الريكتانجل دي هتاخد الويتس كامل. تمام. هتاخد الفول ويتس ليها، والطول بتاعها هنقول مثلا خليه 70. تمام. تمام. نبدأ نعمل السايت بتاعنا. في الأول بيبقى فيه عندنا اللوجو بتاع الموقع. احنا بس هنحط كلمة لوجو لأن هي دي الاسم بتاع الموقع. تمام. ونخليه حجمه 32. نلاقي في حاجة هنا، ده الجزء ده بيبقى مسؤول عن التكست. كل حاجة في التكست، الأول حاجة اسم الخط، بعد كده الويت بتاعه، بعد كده حجمه، وهنا اللي هو المسافة الرأسية والمسافة الأفقية. تمام. احنا مش محتاجين دول قوي دلوقتي. خلاص. هنخلي مثلا هنا بولد. بعد كده هنبدأ نكريت الحاجات اللي هي بتبقى موجودة في الناف بار. الهوم، الاباوت، ايه كمان، لو هنعرض برودكت زي ما قلنا هيبقى عندنا برودكت. تمام. وهحتاج اعمل لوج ان، محتاجة اعمل ريجستر.
تمام. هل لو انا عرضتهم كده شكلهم مناسب؟ بمعنى ايه؟ لحظة واحدة. لو انا حطيتهم كده وانت دخلت الويب سايت، هنتكلم بس على الجزء بتاع الناف بار بس دلوقتي. لو انت دخلت ويب سايت ولقيت الجزء ده بس كده قدامك، انت هتكمل في الويب سايت اصلا؟ لا. طب ايه المشكلة؟ ممكن في البداية انت مش عارف تحدد المشكلة. ده موقع ايه او برنامج ايه بيشتغل بيه بوستراب؟ ده فيجما، احنا دلوقتي شغالين على فيجما. تمام. هنبدأ نشوف ازاي نعدل على الشكل ده. هنعدل عليه بان احنا، ايه المشكلة الاولانية قدامنا؟ ان الخط كبير قوي. انا خلاص عارف اللوجو، فاللوجو اهم حاجة بالنسبة لي، فده تمام ان هو يبقى خطه كبير، او اسم الموقع تمام ان هو يبقى خطه كبير. لكن انا دول معلومات ثانوية بالنسبة لي دلوقتي. تمام. فهبدأ اغير في حجمهم. طب هغير في حجمهم ازاي؟ هاجي هنا هحدد هوم، بعد كده اضغط شيفت واحدد الاباوت والبرودكت واللوجن والريجستر والكلام ده كله. وهاجي هنا مقاس 32، انا مش عايزه 32، هنصغره 12 مثلا. اعتقد كده مقاسه مناسب. تمام. طيب حاجه كمان، انا دلوقتي هنفترض ان احنا بنكريت الصفحه بتاعه الهوم، فدي اهم صفحه بالنسبه لي، فخلاص هسيب الخط بتاعها هي البولد، والباقي اقل اهميه منها، فهخلي الخط بتاعهم عادي. تمام. تاني حاجة قلنا بتبقى موجودة في موقع ايه؟ السلايد شو. خلاص تمام. هعمل هنا سلايد شو. تمام. هنفترض ان هنا هيبقى فيه صورة. تمام جدا. قدام شوية هنتكلم عن ان البوتستراب بيتكون من حاجة اسمها جريد لاي اوت، والجريد لاي اوت ده بيتقسم 12 كولمز، 12 عمود. انا مش محتاجة غير معلومة واحدة دلوقتي، ان انا هشتغل على 12 عمود. تمام. فعندي حاجة هنا في الفيجما اسمها لاي اوت جريد. تمام. هكريت واحدة. تمام. محتاجة ان يبقى فيها كام عمود؟ فيها 12. تمام. دول الجريد بتاع البوتستراب اللي انا هشتغل عليه قدام. تمام. وزي ما اتكلمنا في السيشن اللي فاتت عن المارجن، عرفنا ان هي المسافة اللي بيسيبها في الديف. تمام. بس في الكود بتبقى المارجن هي المسافة اللي بيسيبها من البوتن والليفت والتوب والرايت. تمام. هنا المسافة اللي بيسيبها من رايت والليفت بس في البرنامج بس، مش كودنج. تمام. تمام. ال 12 لاي اوت، ال 12 سوري 12 عمود، دول اللي ببدأ اتحكم في الديزاين جواهم. يعني مثلا الشكل ده لازم جوه اول عمود مثلا. هو مش لازم يبقوا متسنترين جوه العمود نفسه، بس مبدئيا لازم مطلعش براهم. تمام. وهنا في حاجة بتخليني اعمل لهم الاين مع بعض، وهنا اصغرهم شوية. تمام. اقلل المسافات ما بينهم عشان يدخلوا جوه ال 12 عمود اللي عندي. تمام. بعد كده هنفترض ان احنا هنعرض منتجات. المنتجات دي هنعرضها ازاي؟ هنعرضها في هيئة ديف. تمام. انا عايزه الديف اللي هكريتها تاخد لي 3 عواميد. طيب انا عندي كام عمود؟ انا عندي 12. تمام. هستخدمهم ازاي ال 12؟ هستخدم 3 3 3، يبقى 12 على 3، يبقى انا هكريت 4 ديفات اعرض فيهم المنتجات. طب انا مثلا في الاول مش عايزه اعرض المنتجات، مش عايزه اعرض الاربع منتجات على طول، انا عايزه اعرض مثلا انا عندي قسمين. فخلاص يبقى انا محتاجه اقسم قسمين، يبقى 12 على 6 فيها كام؟ فيها 2. يبقى انا اخد ان انا هستخدم 6 عواميد منهم. 1 2 3 6. تمام جدا. تمام كده استخدمت ال6 عواميد اللي عندي. ادي ديف وادي الديف التانية. تمام. لو قلنا بعد كده هنعرض البرودكت اللي عندنا مثلا، اللي هو البيست سيلر مثلا، فهنعرض الاربع ديفات. ادي ده الشكل. انا هستخدم 4 ديفات، كل ديف منهم واخده 3 عواميد 3 عواميد 3 عواميد. في الاخر انا مستخدمه ال 12 بتوعي. ممكن ما استخدمهمش كاملين، بس انا دلوقتي عشان نوضح بس المثال فهنستخدمهم كاملين. كده انا اللي كريته فوق ده الناف بار. تمام. كل دي حاجات توضيحيه عشان نفهم الكود اللي قدام هنكتبه هيبقى بناء على ايه. وده السلايد شو اللي هيبقى فيه الصور هنعرضها. تمام.
وهنا هيبقى عندي الأقسام مثلا. تمام. هنا المنتجات نفسها. ايه حاجة كمان بتبقى موجودة في السايت عندنا؟ آخر حاجة دايما بتبقى موجودة، يبقى موجودة عندنا الفوتر. تمام. مش هنحتاج يبقى فيه تفاصيل كتير، يدوبك بس عشان نوضح الفكرة. ادي الفوتر. تمام. واحنا مش لسه قايلين ان في مشكلة كانت في الويب سايت بتاع حجز التيكت، ان انا مش عارفة احجز تيكت؟ طيب انا هنا عارفة انا هسجل فين. انا دي دخلت الموقع، انا عاملة فعلا اللوجن وريجستر، بس مش دول مهمين المفروض ابينهم اكتر. بالظبط، فوتر فعلا. مش دول مهمين ابينهم اكتر. يبقى هبدأ ابص اشوف ازاي استغل اللوجن والريجستر بحيث ان انا اظهرهم اكتر، وفي نفس الوقت ما اخرجش بره الديزاين بتاعي. تمام. هنلغي الجريد لي اوت بس كده. الجريد لي اوت ده مش بيظهر معايا في الكود. تمام. يعني انا بعد ما هعمل رن للشكل بتاعي مش هيبقى ظاهر معايا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بس باخده حاجه ارشاديه. تمام. دقيقه كده اهو. يعني انا ده الديزاين عندي، ادي الديزاين متنفذ عادي جدا. تمام. ده انا ببدا اشوف هحط الحاجات جواهم ازاي، جوه الكولمز اللي عندي دي ازاي. تمام. لكن مش بيظهر اما حد هيرن الموقع مش هيبقى ظاهر قدام. نكمل. احنا محتاجين زي ما قلنا، محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نظهر البوتونز بتاع او الديف بتاعت ايه، بتاع اللوجن اكتر. تمام. فهنيجي هنا هنعمل ريكتانجل تاني، ويبقى حجمها اصغر اكيد من الطول بتاعت الناف بار. يعني هنا عندنا الناف بار 70، نخلي دي مثلا 40. تمام. خلي لونها مختلف. تمام. لحظة. ومش حلو ان شكلها مستطيل كده، فهنديلها راوند شوية. تمام جدا. وما اعتقدش ان اللون بالنسبة لكم باين كده رمادي على اسود. هل هو كده واضح لك؟ انت مش شايف اصلا. فهنخليها ابيض. نيجي ناخد نفس الريكتانجل دي ونعمل نفس الحوار للريجستر. تمام. تمام. لو انت داخل الويب سايت لاول مره، فهيبقى بالنسبه لك ان الريجستر يبقى باين لك اكبر او يبين لك اكتر عشان تعرف تستخدمه. تمام. هنبدا هنا نرجع نشوف اللاي اوت بتاعنا، احنا خرجنا براه. يبقى نبدا نسنتر كده الحاجات بتاعتنا عشان ما يبقاش طلعنا بره ال 12 كولومز بتوعنا. تمام جدا. تمام. ده الديزاين بتاعي مبدئيا. بس ايه هو الرمادي ده؟ ليه انا مستخدمه الالوان رمادي غريبه كده؟ اللي هو فين الديزاين نفسه؟ تمام. هنيجي نرجع للسلايد كده. الشكل اللي عندي ده اللي هو الالوان اللي بتبقى رمادي بس، مثلا هتلاقي مثلا ديزاين اغلبه رمادي واسود، ده حاجه اسمها واير فريم. واير فريم انا بقدمه لليو اكس ديزاينر. تمام. بيبدا ياخد الواير فريم مني، يبدا يبص فيه، هيشوف هل ده هيبقى مناسب لليوزر. مبدئيا كل ده بيتراجع، كل ما بتعمل حاجه بترجع تاني لليو اكس. بس مبدئيا انت عملت دلوقتي الواير فريم، هيبدا يشوف يعمل لها تيستنج، ويبدا يعمل لها تحليل، ويعمل لها حاجه اسمها سايت مابنج، يشوف ان انت بتوصل للحاجات في وقت قد ايه. يعني دلوقتي اليوزر دخل، هل هو اشترى مثلا التيكت على طول، ولا خلينا في المثال بتاعنا مثلا هنا الويب سايت اللي احنا هنعمله ويب سايت للاساس مثلا.
هتشتري منتجات كراسي ترابيزات الكلام ده كله، هل هو عرف يوصل للمنتجات بسرعة، عرف يعمل سيرش، عرفت تعرض له المنتجات اللي عندك ولا لا. تمام. وتبدأ تشوف ان انت تعمل تيست هتشوف ده هل هيرضي اليوزر. كل هدفك في اليو اكس اليوزر، انت بتبدأ تبص ايه اللي هيبقى مناسب ليه، وازاي تضمن ان هو يقعد اطول وقت ممكن في الويب سايت بتاعك. ومش اطول وقت بس، اطول وقت ممكن ان هو خلاص زي ان هو مش بيوصل لحاجه، اطول وقت وهو بيشتري منك وهو بيعمل لك حاجات تفيدك. مش اطول وقت هو مش عارف يوصل للحاجه اصلا، ما هو خلاص هيرمي الويب سايت، ايه اللي هيخليه يشتريه ولا ايه اللي هيخليه يقعد فيه. تمام. وبعد كده ببدا اخد الواير فريم اللي انا نفذتها دي، لو هي اكسبت خلاص ببدا اشتغلها يو اي. تمام. يبقى اليو اكس بيركز عندي على اليوزر، وبيركز ايه اللي انا محتاجه احققه في اليو اي. بركز على كل بيكسل موجوده عندي في الديزاين، وازاي اقدر استغلها صح، سواء كان سواء كان من ناحيه الالوان، او كان من ناحيه الخط، او من ناحيه الاحجام، او كذا حاجه لسه هنعرضها دلوقتي. تمام. نكمل. ادي عندي ده الويب سايت، ده الواير فريم، هنبدا نحوله للديزاين نفسه. تمام. هنحتاج هنا مثلا ادي الناف بار، محتاجه مثلا يبقى لونه اصفر. تمام. هنشتري منتجات قلنا نوعها ايه، اساس. تمام. الاسود ده مش مناسب، الرمادي ده مش مناسب، مش باين مع الاصفر، نغمقه شويه. نفس الحوار هنا في الريجستر. تمام. محتاجه ان دول يبقوا مع بعض، عشان دول كانهم حاجه لوحدهم، قسم تاني. يعني هم اباوت برودكت هو هيدخل يلاقيهم، لكن دول انت هتعمل فيهم ساين ان وساين اب. تمام. 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 هنا هنعرض، قلنا صورة المنتجات، نجيب صورة للأساس. لحظة واحدة. مثلا الصورة دي، هناخد الصورة كوبي. كل اللي هنعمله هنضغط دبل كليك على الريكتانجل اللي احنا عاملينها، ونعمل كنترول في، هنلاقي الصورة جت معانا. تمام. تمام. نبدأ نشوف صور المنتجات تاني، عشان نعرض مثلا ان هو حاجة هتبقى للفرنتشر مثلا المودرن، وحاجة اللي هو الانتيكات شوية. نفس الحوار، هناخد صورة نعمل لها بيست. اي صور انتوا عايزينها، يعني هتلاقوا كذا موقع بيبقى موجود عليه الصور. فمش مشكلتنا دلوقتي الصور، احنا بس محتاجين نعرض الفكرة وازاي ننفذها. تمام. تمام جدا. ونفس الحوار هيبقى هنا، هنعرض برضو الديفات، نعرض فيها كل منتج. تمام. تمام جدا. ونرجع هنا للفوتر، مش محتاجين نغير لونه قوي، بس هنخليه عشان يبقى فيه تجانس كده ما بين الالوان، هنخليه بنفس لون البوتون. تمام جدا. ده الشكل المبدئي اللي احنا هنبدأ نكريته النهاردة مع بعض. تمام. فاحنا كده بس ده الحاجة الوحيدة مش مسمينها. تمام. دي الفوتر. في السيشن هنديكم اللينك بتاع الفيجما، هنديكم الستايلات نفسها اللي هو الديزاين نفسه، هنبعته لكم على الجروب. تمام جدا. كده يبقى احنا اتكلمنا عن اليو اي، وايه فايدته في الويب سايت، وازاي ببدأ افكر ان اليوزر يبقى متناسب مع الالوان، وازاي ابدأ استخدم اليو اكس. طب في حاجة كده يعني ايه محتاجين نفكر فيها، طب هو اليو اي هو اليو اكس؟ قلنا لا، قلنا ده بيعمل حاجة وده بيعمل حاجة. تمام. بس عمليا اليو اكس هو عبارة عن مصطلح عام وأشمل، بيبقى اليو اي جزء منه.
يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما باجي اعمل يو اكس، فانا من ضمن الحاجات اللي انا هنفذها، خطوه من الخطوات اللي انا هنفذها هو اليو اي. تمام؟ عشان بس ايه ما نبقاش بنقول ان هم مختلفين عن بعض، وان ده حاجه وده حاجه، او ان هم مكملين لبعض. هم مكملين لبعض، بس اليو اي هو المصطلح الاصغر في اليو اكس. تمام لغايه كده؟ لو في حد عنده اي سؤال لغايه هنا، او اي حاجه قلتها بسرعه او عديناها، يقول لنا في الكومنتات. تمام نكمل. احنا دلوقتي واحنا بنعمل الويب سايت بتاعنا اهتمينا بايه؟ ايه اللي قلنا عليه ان احنا لازم ناخده في بالنا؟ كذا حاجه. قلنا مثلا ان احنا لازم نهتم بالسايز، نشوف المقاسات عندنا كويسه ولا لا. احجام الديفات، هل انا دلوقتي عايزه اعرض حاجه زي ما قلنا مثلا ان احنا هنعرض التقسيمه بتاعه الويب سايت، مثلا هنبقى نعرض منتجات جديده ومنتجات قديمه، هنعرض حاجات مودرن، وهنعرض حاجات اللي هي انتيكات شويه. تمام؟ يبقى ده انا كده هعرض التقسيمه بتاعه الويب سايت، فده هنا بيندرج تحت السكيل او السايز بتاع الديف. بعد كده اتكلمنا عن الالوان، وقلنا لما جينا نكريت الفوتر فقلنا ان احنا لازم نختار فوتر بنفس اللون مثلا بتاع البوتن عشان يبقى الالوان متقاربه من بعض. حاجه كمان، اما جينا نعمل البوتن نفسه بتاع اللوجن، مش قلنا ان هو لو كان اسود على رمادي فمش باين؟ ده النقطه بتاعه الكونتراست، ان انا لازم ابقى عارف ان الالوان اللي انا هستخدمها في ما بينها تباين كويس، في ان انا اقدر اميز الالوان من بعض. ماشي. نقطه كمان، اما جينا برضو نعمل ايه، اما جينا قلنا اللون الاصفر مثلا، هل اللون الاصفر لو كنت حطيت البوتنز مثلا ابيض هتبقى واضحه قوي؟ لا، لكن الاسود هيبقى مناسب اكتر، لان انت كده بينت ده اكتر، عرضت ان ده المفروض البوتنز اللي انت هتدوس عليه، وتضغط ان انت عايز تعمل ساين ان او ساين اب. تمام. حاجه كمان الفونت. لو جينا مثلا المثال اللي قدامنا هنا ده، لو قلت لك ان انت داخل ويب سايت دلوقتي ومحتاج توصل لي للمعلومات اللي عند البروفايل ده، تقراها لي كلها، هيبقى انهي احسن بالنسبه لك وانت بتقرا الشكل ده، ولا انت بتقرا الشكل ده؟ اكيد وانت بتقرا الشكل ده. ليه؟ ايه اللي خلى ده مناسب؟ ايه اللي نجح ده وخلى ده مش كويس؟ هو باين والمعلومات كويسه واضحه وكل حاجه، بس انا مش مرتاحه ليها، انا مش هقعد اقرا كل ده. انا مثلا محتاجه السكور بتاعه في اللاست مانث كام في الميه، هقعد ابص السكور بتاعه في اللاست مانث. تمام؟ الثانيتين دول بيتحسبوا عندنا في اليو اكس، الثانيتين دول انت خليته هو مش عارف يوصل المعلومه اللي هو محتاجها بسرعه، فانت كده ما حققتش حاجه. فاهم؟ لكن انت لو شفت التابه الثانيه هنا، الديف الثاني ده، عندك باين ان ده 26% لاست ويك، 52% لاست مانث. انت عارف المعلومات واضحه قدامك ومترتبه، يعني فيها ترتيب. الاول اهم حاجه عايزه اوصل لها ان هو 60% في العموم، اللاست ويك ده الاسبوع اللي فات، واللاست مانث الشهر اللي فات. فده المعلومات السنويه حطيتهم تحت، حجمهم اقل وفونتهم اقل، وفي نفس الوقت انت لو جيت بصيت لكل دفه جواها ايه اصلا، هتلاقي ان ده الخط بتاعها مثلا بولد، الخط بتاع دي بولد، ايوه، بس اللون اخف شويه. هنا مثلا درجه رمادي كامله، هنا درجه رمادي من قليل الاوباسيتي بتاعتها. يعني ايه اوباسيتي؟ الشفافيه بتاعتها. تمام؟ فانت بالنسبه لك ان دي المعلومات معروضه لك احسن، انت عرفت توصل حاجتك اسرع، كل ده بينجح اليو اكس، وبالتالي هينجح اليو اي بتاعك. تمام؟ اما جينا احنا بنكريت الويب سايت بتاعنا حالا، فحطينا الديفات جوه ال 12 كولمز وسنترناهم في النص. السنتر في النص ده اسمها الاينمنت، المحاذاه. عندي 3 انواع من المحاذاه، يا اما ليفت، يا اما رايت، يا اما سنتر. تمام؟ احنا كنا محتاجين ان احنا نعرض المنتجات فعرضناها في السنتر. لو انا مثلا بشتغل على ويب سايت بالعربي فهعمل الاين لليمين، لو بشتغل على ويب سايت انجلش فخلاص هعمل
الالاينمنت للشمال. تمام. نبدأ نشوف حاجة بتبقى موجودة دايما في الويب سايت بتوقعه. هي حاجة صغيرة بس مهمة. لو انت دلوقتي انا بعرض لك المنتجات في الويب سايت بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه ده، داخل انت لقيت الترابيزات مش عارفة الكراسي، وعمال انت محتاج الحاجات القديمة. انت شفت حاجة انت عارف ان هي كانت نازلة مثلا من شهرين، فانت هو عندك الويب سايت بيعرض لك المنتجات بالترتيب بتاعها، بترتيب نزولها. فانت تقعد تعمل انفينيتي سكرول، دي اللي هو انت بتقعد تقلب في الشاشه، دي حاجه بنسميها انفينيتي سكرول. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عمال تعمل سكرول سكرول، يا عالم هتوصل للحاجه اللي انت عايزها، ولا ممكن تكون نزل اصلا 100 منتج، هتقعد انت تعمل سكرول ل 100 منتج. فبنستخدم ان احنا بنرقم المنتجات بتاعتنا، يعني بنعرضهم في صفحات وبنكتب تحت كل واحده منهم اسم رقم الصفحه. يعني انت في الصفحه رقم 1، صفحه رقم 2. كده بالنسبه لك هيبقى اسهل ولا لا؟ لو انت عارف ان المنتج ده قديم فهتقعد ترجع لورا بالتابات، هيبقى اكيد اسهل ان انت هتضغط 1 2 3 4 لغايه ما تشوف الصفحه مثلا انت عايزها. كل ده انت عارف انها منتجات جديده قوي، فهتبدا ترجع تضرب مثلا 16. تمام. فهتوصل للحاجه اللي انت عايزها اسرع. فكده يبقى انا وفرت في اليو اكس، ان انا خليته راضي اكتر عن الويب سايت بتاعي، وفي نفس الوقت وفرت له في بتاعه، ووفرت له في اللودنج بتاع التحميل بتاع الموقع. ما هو هيقعد يحمل ده كله، ولا يقعد يحمل صفحة واحدة وبعد كده يحمل مثلا صفحة 17 ويوصل لحاجة هو عايزها. فكده يحمل باللي هو بالتابات أسرع وأسهل بالنسبة له. تمام. حاجات تاني محتاجين نعرفها في الانترفيس. لو جينا بصينا على الفورم، وانت بتملى فورم بيبقى مكتوب سيتي، بين كود، ايميل، مش عارفه ايه. لو انت حد فاميليار قوي بالفورمز والويب سايتس الكتير، فانت عارف هتكتب ايه وانت عارف انت داخل تعمل ايه بالظبط. لكن انا دلوقتي مش بتعامل قوي مع الويب سايت. لو بصينا مثلا اللي هي الويب سايتات اللي هي بتبقى ايه، بنحجز مثلا بتاع ده، بنحجز عند دكتور مثلا. الناس اللي بتحجز غالبا بتبقى سنها كبير، هي مش عارفه تستخدم اصلا الابلكيشن، فانت لازم تدور على حاجات تسهل لهم العمليه دي. زي ايه؟ ان انت دلوقتي مثلا قلت له سيلكت السيتي. تمام. هو هيحدد المدينه بتاعته، انت هتقول له انا محتاج منك هنا تحدد لي المدينه. اكتر مثال بيبقى واضح فيه حوار الديسكريبشن او التكست اللي بيساعدك، هو المثال بتاع البين كود. اوضح مثال في اول سيشن مثلا، انا مش فاكره الاولى او الثانيه، اما احنا عملنا جوجل ميت وبعتنا لكم اللينك على الجروب وقلنا لكم جوين معانا في الميت دي، كان في كود بيطلب منكم في الاول كده، كان كلكم دخلتوا تسالوا ايه الكود ده نجيبه منين، وهو كان مبعوت لكم كلكم، بس انتوا مش عارفين ان الكود ده هيتحط هنا. لكن انتوا لو كنتوا خدتوا بالكم هتلاقوا ان بين كود مكتوب لك الشكل بتاع الرقم. انا مش كاتبها لك كده وبس، انا كاتب لك عشان انت تعرف الرساله اللي هتوصلك او الكود اللي هيوصلك شكله ايه، عشان اساعدك اكتر. تمام. اللي هو مثلا لو بصينا هنا ان هو بيتكون من 6 خانات، في حروف وارقام. فانت هتشوف مثلا اوقات بيبقى مبعوت لك في الايميل، انت مش عارف تاخد رقم الايميل نفسه هو البين كود ولا الكود اللي مبعوت. هتلاقي مثلا في رقمين انت مش عارف تختار انهي، هو بيبقى باعت لك ان هو دول 6 خانات بشكلهم حروف ورموز، حروف وارقام. هتبدا تاخدهم كده، انت سهلت عليه ان هو يوصل اسرع وينفذ لك اللي انت عايزه. تمام. ونفس الحوار في الايميل ادرس. نيجي نبص لنقطه كمان. لو انت بتعمل لوجن، لو انت بتعمل لوجن انا بطلب منك اليوزر نيم والباسورد بتاعك، وبطلع لك مثلا رساله ان انت دخلت لي اليوزر نيم غلط. تمام. طب انت ما قلتليش ماله غلط في ايه؟ سوري، لو بنعمل ساين اب انت ما قلتليش غلط في ايه؟ ما انا ممكن اقعد اغير لك في الاسم 33 مره. اهو مش وقت بيتاخد مني، ضيعت وقت انا عشان ادخل الويب سايت بتاعك. خلاص بلاها، انا هعمل ليه ساين اب؟ مش عايز. انت مش معرفني انت محتاج مني ايه. لكن انت لو قلت له ان الاسم اللي انت بتدخله ده، حددت له ايه الايرور او ايه المشكله اللي فيه، هو هيعرف. يعني انت قلت له ان الاسم ده موجود عندي قبل كده. لو انت مثلا ويب سايت بتطلب ان الاسم اللي يدخل يبقى فيه حروف وارقام، فهتقول له ان انت اللي ناقصني هنا في اليوزر نيم بتاعك ان انا محتاج ارقام. تمام. ويا سلام لو انت قلت له كمان ان الحاجات مقترحه، ان انت تقول له مثلا زي ما انت كاتب الاسم بتاعك، بس هضيف لك مثلا 8، هضيف لك 19، هضيف لك مش عارفه رمز مثلا.
انت كده سهلت عليه ان هو مش هيقعد يفكر انا اكتب ايه ولا اعمل ايه. كل ما تقلل في الوقت اللي هيقعد فيه اليوزر في التسجيل، كل ما هيبقى اليو اكس بتاعك احسن. تمام. نقطة كمان، ان انت دلوقتي خلاص عملت تسجيل وسجلت، لازم تبدأ تبص على البوتنز اللي عندك شكلهم ازاي. يعني هنا هو بيعمل ايه؟ بيعمل تسجيل. يعني ايه الهدف الاساسي من التسجيل؟ ان انا هعمل البوتن بتاع التسجيل بتاعي هو اللي لونه اوضح. ما تعملوش الكنسل لونه اوضح، انت مش عايزه يطلع من الويب سايت، انت عايزه يختار دي. يبقى الحاجة الاهم عندي اختار لها لون اوضح، لون الكونتراست بتاعه اعلى. تمام. فهنا عندنا في المثال ده اللون الازرق كويس، والكنسل لون باهت ان انت مش عايزه يطلع بره، انت عايزه يكمل ويعمل تسجيل. فهنختار هنا اللون الرمادي للكنسل. تمام. نقطة كمان في البوتن دلوقتي، حاجة دايما احنا بنعملها وبنتفاجئ بيها بعد ما بندوس عليها. دلوقتي احنا اضطرينا، مش عارفة، كنا بنعمل سكرول ومرة واحدة لقينا نفسنا هنشير ستوري. تمام. او مثلا كنا بنعمل حاجة معينة ورحنا حذفنا صورة واحنا عايزينها، احنا مش عايزين نمسحها، احنا عملنا الحاجة دي بالغلط. يبقى انت لازم تطلع له مسج تقول له انت متأكد ان انت عايز تمسح؟ تأكد عليه. هو ممكن ما يبقاش واخد باله، هو داس وخلاص. انت تطلع له مسج تقول له انت متأكد ان انت عايز تمسح ده؟ انت متأكد ان انت عايز تحمل دي، عايز تشاركني دي؟ تمام. في الحالة دي ما تقولوش اوكي وكنسل، هو هيقول لك اوكي، ما هو مش واخد باله. لكن انت لو كتبت له وصف كامل، انت كده بتشد نظره اكتر، بتخليه يبص اكتر الويب سايت اللي هو فيه، الجزء اللي هو قصدي داس عليه، هتخليه يبص اكتر، بحيث ان هو ايه، ايوه انا عايزه اعمل ابلود، ولا انا عايزه اكنسل الابلود. يعني هنا مثلا كان المسج اللي طلع بيقول له ار يو شور يو ونت تو كانسل يور ابلود؟ انت متاكد ان انت عايز تكنسل الرفع بتاعك ده؟ فبيقول له ايه، اوكي. طب ايه اوكي دي؟ ما انا خلاص انا عايز اخلص منك. فلا، انت بوضح له يس كنسل، او ان انت توضح له ان هو ما يكنسلش. تمام. كده السيشن، الجزء الاولاني من السيشن اليو اي خلصناه، واتكلمنا عن فايدة اليو اي وعن اختلاف اليو اي عن اليو اكس، وازاي نحققهم مع بعض، وازاي نطلع ويب سايت مناسب كديزاين، ونبدأ نشوف اليوزر راضي عنه ولا لأ، والكلام ده كله. لغاية كده حد عنده أي سؤال، عنده أي استفسار، عشان نبدأ نكمل البوتستراب ونشوف ايه المزايا اللي فيه. دقيقتين ونرجع. تمام، موجود الصوت، بس مستنية لو حد عنده أي سؤال، وبعد كده هنكمل.
تمام. في حد في الكومنتات كاتب إن الكونتراست نشرحها تاني. تمام. الكونتراست هي اصلا بالعربي معناها ايه؟ التباين بتاع الالوان. يعني ايه تباين الالوان؟ لحظه كده. اما جينا هنا لو بصيت مثلا للبوتن ده، لو انت عندك التكست مكتوب بالاسود، انت عارف تقرا ده؟ هل ده بالنسبه لك واضح؟ لا. فاحنا بنغير اللون بتاعه ونخليه ابيض. اللي احنا عملناه ده ان احنا علينا الكونتراست، عليه التباين في الالوان، علينا اختلاف درجات الالوان. ده برضو لو انت مثلا في حاجات بتبقى الويب سايت بتبقى مطلوب منك ان انت تعمل الشغل بتاعك كله ابيض. تمام. ده يبقى واضح فيه الكونتراست اكتر، لان هو اكتر كونتراست بيبقى موجود في اللون الاسود. خلينا برضو بالتكست. دي الفكرة كلها بتاعت التباين، التدرج بتاع اللون. يعني انت هتشوف التباين بتاعهم هنا. التباين ايه؟ مفيش تباين اصلا. انت مش عارف تفرق ان في كلمة تكست مكتوبة على الديف نفسها اصلا. لكن هنا واضحة شوية، هنا واضحة اكتر بكتير. كل ده اسمه تباين، ان انت بتبدأ تشوف الفرق ما بين الدرجات. تمام. وضحت النقطة دي؟ كمل. وضحت ولا ايه؟ تمام. نكمل، ولو ما وضحتش نرجع لها تاني. طيب، الجزء التاني من السيشن هنتكلم عن البوتستراب، وده الجزء الأهم بالنسبة لنا. ايه البوتستراب اساسا؟ دايما نسمع بداية الفرونت اند ان انت تتعلم HTML و CSS ومش عارف CSS3، وبعد كده هتبقى خطوة كويسة ليك ان انت تتعلم البوتستراب. طيب كويسة ليه؟ ايه اللي الخدمة، ايه الميزة اللي بيقدمها لي البوتستراب عشان خليني اتعلمه؟ responsive design. responsive design ان انا اقدر اعمل سايت، او اعمل سايت كامل يبقى متناسب مع كل الشاشات، مع كل المقاسات، سواء كانت شاشة لاب، شاشة ديسكتوب قصدي، شاشة فون، شاشة تابلت، وأوقات بنحتاجها في السمارت ووتش شوية. بس هي عموما إن هي تبقى المعنى بتاع ريسبونسيف إن هو يبقى متناسب مع جميع الشاشات. تمام. البوتستراب بتحقق لي ده إزاي، أو بتقدمه لي من خلال إيه؟ بتقدمه لي من خلال الجريد لاي اوت اللي موجود فيها. تمام. وبتقدمه لي من خلال البيلت ان كومبوننت. يعني ايه بيلت ان كومبوننت؟ بيلت ان كومبوننت هي عباره عن اجزاء من الكود كده جاهزه، من HTML و CSS والجافا سكريبت. ببدا استخدم الاجزاء دي واحطها في الكود عندي على طول، بحيث ان انا ما اخدش وقت ان انا ابدا الكود من البدايه خالص، وان انا اسهل على نفسي خطوات كتير قوي ان انا هنفذ حاجه بمجرد كل اللي هعمله ان انا هعدل في التكست بتاع الكود. زي الناف بار مثلا عندنا في البوتستراب، ليه كود جاهز، انا كل اللي بعمله باخد الكود وابدا اعدل عليه، اشوف عايزه اغير اسم الموقع، اغير الديفات اللي هي بتاع الهوم والاباوت، مش عايزه هوم واباوت، عايزه هوم بس، عايزه اشيل الاباوت واخليها مثلا برايسنج مثلا اللي هي الاسعار، الكلام ده كله. والبوتستراب برضو هو اوبن سورس، يعني انت تقدر تستخدمه وتعدل عليه. وهنستخدمه النهارده فيه، هنلاقي طريقتين لاستخدامه وهنعرفها دلوقتي. بس خلينا نكمل في الجزء ده. زي ما قلنا ان البوتستراب فيه حاجه اللي اسمها جريد لاي اوت. الجريد لاي اوت دي بتخليني اقدر ان انا انظم المعلومات او الحاجات اللي انا هعرضها، الديفات بتاعتي. تمام. نبدا نشوف الكلام ده هننفذه ازاي.
البوت ستراب ايه اللي بيخليه مميز، ايه اللي بيخليه مهم ان احنا نستخدمه؟ زي ما قلنا حالا ان هو بيقدم لي الريسبونسيف فيتشر، وان هو بيعمل حاجه اسمها موبايل فيرست، ان هو بيفكر في الشاشه، في حجم الشاشه في الموبايل الاول. تمام. وان هو سهل الاستخدام، زي ما قلنا ان هو فيه بيلت ان كومبوننت، فهو ايزي تو يوز، وفي HTML و CSS وجافا سكريبت. احنا مش هنستخدم الجزء بتاع جافا سكريبت النهارده، بس هو عموما بيبقى استخدامه مثلا اكتر في الفورم، ان انت بتشوف التكست بتاعتك فاليد ونوت فاليد والكلام ده. هو بيسهل لك الحوار ده، انت مش محتاج تكتب لها الكود كامل في الجافا سكريبت، انت بتستخدم بس الحاجات الموجوده في البوتستراب. تمام. وفي حاجه ان هو بيبقى بنسميها براوزر كومباتيبيليتي. يعني ايه براوزر كومباتيبيليتي؟ ان هو بيبقى مدعوم من كل البراوزر. تمام. عندك زي الكروم والفايرفوكس واي حاجه تاني هو بيبقى مدعوم فيها. تمام. ده عمالين من الصبح نقول 12 كولوم 12 عمود وهنقسمهم، وقلنا ان هو حاجه اسمها ايه؟ اسمها جريد لي اوت. دي اهم حاجه في البوتستراب. انت ممكن ما تستخدمش البوتستراب كامل، انت ممكن تستخدم منه حاجه واحده بس اللي هي الجريد لي اوت، وتستغنى عن البيلت ان كومبوننت. انت حد بتحب مثلا الديزاين مبعوت لك، مش هتقدر تستخدم حاجات في البوتستراب، وعايز تعمل كل حاجه براحتك، بس عايز تستخدم بس منه الجريد لي اوت. تمام. وتستغنى عن الباقي. تمام. احنا قلنا ان هو بيقدم لنا كام؟ بيقدم لنا 12 عمود. هنبدأ نقسمهم زي ما احنا عملنا حالا. قسمنا مثلا ان قلنا ان ده هيبقى الأقسام، فقسمناهم 6 و6. قسمنا مثلا الديفات، قلنا هيبقى حجمها 3 فعملنا 4. هنا هنلاقي في المثال اللي معانا ان احنا قسمناهم 4 فخد 3 ديفات. تمام. الحقيقة الحوار كله حسبة، 12 على 4 فيها 3، 12 على 3 فيها 4، على حسب ما انت عايز. ممكن ما تستخدمهمش متساويين. يعني ايه ما تستخدمهمش متساويين؟ ممكن تستخدمهم ان انت مثلا عايز حاجة تبقى واخدة الحجم كبير وحاجة واخدة الحجم اقل، فدي هتبقى واخدة مثلا 4 ودي واخدة 8. طيب، مش ملاحظين حاجة غريبة مكتوبة هنا؟ كولوم دوت او مش دوت شرطة ام دي 12. ايه الام دي؟ الام دي المقاسات بتاعت الشاشات. تمام. هنعرف دلوقتي ايه الام دي، وهنعرف فيه كام حاجة تاني شبه الام دي، بس محتاجين في الاول ان احنا نروح نستخدم البوتستراب. هتلاقوا هنا هبعت لكم اللينك بتاع الدوكيومنتيشن اللي هنشتغل عليها عشان تبداوا تتابعوا معايا. دي اللي هنستخدمها، ونبدا نشوف ازاي نعمل داونلود، او هنعمل ان احنا نستخدم الاونلاين ستايل شيت على طول ونضيفه في الفايل بتاعنا. تمام. اعتقد كده وصل لكم كلكم. زي ما قلنا ان احنا عندنا طريقتين ان احنا نستخدم البوتستراب، يا اما ان احنا ناخد الستايل شيت ونحطه عندنا في فايل HTML، يا اما ان احنا بننزلهم وبرضه هنحط له الستايل شيت بتاعه، بس هيبقى ان احنا بنستخدم كأننا بنحط فايل CSS عادي. تمام. بس هنا احنا هنستخدم الاونلاين، هتلاقي ان هو بياخد لينك عشان يحمل، هياخد CDN بتاعه من هنا. تمام. لو عايزين نعمل له داونلود هتلاقي هنا لو دوسنا على الداونلود هتبدأ ان انت تنزله. تمام. احنا ده اللي احنا هنستخدمه دلوقتي، بس خلينا ننزل شوية بس كده في الموقع. هنلاقي عندنا في حاجة اسمها ستارتر تمبلت، دي اللي هنستخدمها. دي ايه؟ دي عبارة عن تمبلت بسيطة بس هو حاططها لك عشان تستخدمها على طول. هيبقى موجود فيها الستايل شيت، وهتلاقي هنا في ميتا تاج اسمه فيو بورت. الفيو بورت ده هو اللي بيدعم لي الريسبونسيف، هو اللي بيخليني اقدر يبقى الديزاين بتاعي او بيبقى الكود بتاعي مناسب لكل الشاشات او كل المقاسات اللي انا هنفذ عليها. تمام. يعني انا لو شلت التاجه دي مش هيشتغل عندي كويس، ممكن تلاقيه ظابط في حتت وحاجات تانية مش ظابطه.
تمام. فهناخد ده كوبي ونبدأ نشتغل بيه. تمام. نيجي هنا نشوف دي التمبلت الأساسية معانا، هي مش ظاهر فيها أي حاجة. أنا لو صغرت المقاس مفيش أي حاجة حصلت. نبدأ بقى نضيف. أكدوا لي بس في الأول إن النسبكت ظاهرة عندكم، شايفينها ولا لأ؟ في هنا جزء كود باين لكم ولا لأ؟ تمام. نكمل. احنا مش محتاجين خلاص هالو وورلد دي هنشيلها. نبدأ نكريت. هنا زي ما قلنا في الجزء بتاع الجافا سكريبت، السكريبت دي الجزء ده بيبقى محطوط عشان يجيب لك يعمل امبورت الحاجات بتاعه الجافا سكريبت. احنا مش عايزينهم دلوقتي، بس خليهم موجودين تحت، مش محتاجين نعرف هم هو مجرد بس ان انا بفهمكم ان التابات عندنا هنا الهيد وبعد كده البودي، وجوه البودي بنحط السكريبت. لما هتيجي تستخدم الجافا سكريبت البوت ستراب اللي فيها، فانت هتحط السكريبت جوه البودي ومن تحت عشان يقراه بعد ما يخلص البيج كلها او السايت كله. نيجي نشوف هنا البوت ستراب عندنا فيه ايه. لحظة واحدة، في مشكلة في الشير، دقيقة نقفل ده. تمام. نكمل. اعتقد كده باين كويس. الكومبوننت عندنا ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. احنا كنا في الاول هنا كنا في الانترودكشن، خلاص كل اللي عملناه في الانترودكشن ان احنا خدنا الستارتر تمبلت، وبعد كده هنبدا نروح نشوف الحاجات اللي عندنا هنا. هتلاقي في حاجه اسمها لاي اوت وكونتنت كومبوننت. ده اللاي اوت اللي احنا لسه متكلمين فيه وقلنا ان هو رو وكولمز والكلام ده. وهنا الجزء بتاع الكومبوننت. احنا قلنا اول حاجه بتبقى موجوده عندنا في الويب سايت ناف بار. هنيجي هنا نضغط على الناف بار، يعرض لك كذا شكل للناف بار وانت تختار انهي كود اللي انت عايز تاخده. تمام. يعني هو مش بيقدم لك اوبشن واحد وخلاص هيسيبك، لا ده بيقدم لك بدل 1 2 3 على حسب كل كومبوننت واللي بيعرضوا فيها. تمام. عندك مثلا هنا اول شكل هوم ولينك ودروب ومش عارفه ايه الكلام ده. احنا محتاجين حاجه ما تبقاش فيها سيرش. شوف حاجه ما فيهاش سيرش اهو. ده مثلا لطيف بتاع الدروب لينك ده، ناخده كوبي ونروح نحطه في الفايل عندنا. تمام. لو جينا رحنا كده شفنا شكله ايه في الويب سايت اللي احنا مكريتينه اهو، حاطلك الناف بار بتاعك. تمام. لو جينا صغرنا حجم الشاشة هتلاقيه ريسبونسيف معاك. لغاية هنا كان ريسبونسيف. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان هو حاطلك اللينكات دي جوه التاجة بتاعت الهاند دي، او بنسميها ان هو عمل لها كولابس. تمام. الكولابس ده لو ضغطت عليه هتلاقيه هتلاقيه جواه، هتلاقي فيه الهوم والفيتشر والاسعار وكل الحاجات اللي انت كاتبها زي ما هي خليها لك في التاجة دي. كل اللي عمله ان انت استخدمت الكود حطيته هو جواه. هنلاقي دلوقتي في كلاس اسمها كولابس هي اللي بتعمل الحوار ده، لو شلناها مش هيتنفذ. تمام. لو انت جيت كتبت نفس الكود ده عشان تنفذه بال HTML و CSS معاك بتاع نص ساعة. تمام. لو انت لسه هتبدأ لأول مرة، يعني مش بتكلم في حد انت متعود تكتب، انت هتكتب لأول مرة هتاخد نص ساعة عشان تكتب بس ان انت تعمل كولابس. طيب دلوقتي احنا لما جينا عملناه بالبوتستراب خدنا قد ايه؟
ما عدناش دقيقتين رحنا اخترنا شكل الناف بار اللي احنا عايزينه، كوبي، فتحنا الفايل بتاعنا، بيست، خلصنا. تمام. نكمل نشوف عندنا، هتلاقوني هنا حاطه لكم كل اللينكات اللي احنا هنستخدمها في السيشن عموما عشان لو حابين ترجعوا لها. نبدأ نتكلم على الجريد لي اوت بتفاصيله شوية، غير ان هو 12 عمود. ايه تاني؟ البوتستراب بيبص للويب سايت على اساس ان هو ايه؟ بيبصوا له ان هو صفوف وعواميد، زي ما قلنا هنا ان هو معتبر ان ده صف وده صف وده صف وده صف، كل واحد بيبقى جواه ديفات مختلف بأي عدد انت عايز تحطه، بأي كونتنت انت عايز تضيفه. تمام. ادي هنا الرو والكولمز. الرو هي الحاجات الأفقية، والكولمز اللي انت بتضيفه بالرأس. بس في حاجة نقطة، لو انت جيت كتبت الكلاس بتاع الرو وكتبت جواه حاجات ممكن تلاقيهم ان هم مش مظبطين. تمام. طيب ايه المشكلة؟ ان انت اصلا مش حاططهم جوه حاجة اسمها كونتينر. عشان تفعل الرو، عشان تستخدم الرو والكولومز وتستخدمهم صح، لازم تضيف الكونتينر. ممكن تضيف مثلا الناف بار مش هيحتاج كونتينر عندك، لان هو اصلا كده كده انت بتحطه، انت عايز ياخد الويب سايت كله، انت مش عايز تقعد توضب فيه حاجه، انت خلاص هو انت مستخدمه جاهز كده. تمام. فانت خلاص حطيت الكونتينر بتاعك. وعندنا نوعين من الكونتينر، حاجه اسمها كونتينر عاديه كده تلاقيها مكتوب كونتينر، ممكن يبقى بنستخدم الكلاس اسمه كونتينر فلويد. كونتينر فلويد بيبقى واخد الفول ويتس وبيبقى واخد المساحة أكتر، لكن الكونتينر العادي بيبقى ليه ويتس وهتلاقيه متسنتر شوية. يعني كل اللي بيفرق الكلاسين عن بعض، اللي بيفرق كونتينر عن كونتينر فلويد، البادنج والالاينمنت. تمام. تمام. نكمل. زي ما كنا خدنا بالنا هو ان كان في حاجة اسمها ام دي، وقلنا ان دي بيكتبها عشان مقاس الشاشات. ام دي اختصار لميديوم. تمام. يبقى انا عندي كم مقاس تاني؟ عندي في اكس سمول وفي سمول وفي ميديوم وفي لارج. تمام. انا ببدا ابص، لو انا مثلا هنا، احنا هنا ده لارج، الحجم ده عندي حجم الشاشه كامله ده لارج. لو جيت صغرته شويه كده، تمام، لحظه، ده ميديوم. تمام. جيت صغرت اكتر، ده سمول. جيت صغرت خالص، اكس سمول. واكس سمول دي بتبقى اكتر في التكست، او اللي هو لما تبقى مثلا ديف بتاعت منتج وجواها الديسكريبشن بتاعه، هتلاقي دايما بنستخدم اللي هي الاكس سمول، ده انسب مقاس ليها. تمام. انت مش محتاج تعرض المعلومات كامله، محتاج قصدي سوري تعرض المعلومه كامله، فمحتاج ان يبقى واخده الديف يبقى حجمها متظبط عشان تبدا يبقى اي تكست يتضاف فيها يعمل له سكرول اللي هو براحته، يعمل له اللي يعمله، بس يبقى عندك ان التكست كله واضح قدامك. تمام. ما تحطلوش انت لارج وهو يبقى التكست صغير جواها، لان هيبقى الموضوع نسبه مثلا. تمام. فانت هتلاقي التكست يا دوبك صغير والديف كبيره، انت كده ما استفدتش حاجه. لكن ما تعملها اكس سمول فهو بيعمل فوكس اكتر على التكست اللي انت مستخدمها. تمام. كده احنا عملنا رو ام دي 4، يبقى انا هستخدم عمود حجمه 4، وعايز الاربعه دول يبقى في مقاس الشاشات بتاعه الديسكتوب. تمام. تمام. نكمل. نشوف هنا عندنا الناف بار. الناف بار اللي هو الكود اللي احنا لسه واخدينه حطيناه اهو. لو انا محتاجه ان انا اغير اللون بتاعه، هروح اغير اللون بتاعه بالسي اس اس واخليه بدل ما هو ابيض اخليه اسود. فاحتاج اعمل ايه؟ هاجي هنا، ادي عندي الناف بار، هتلاقي الكود كتير بس لو قريته هتلاقيه سهل، مش هتلاقي فيه حاجه غريبه. يعني مثلا خلينا نقفل كده، خلينا نبص بس على الكلاس بتاع الناف بار. كلاس ناف بار، ناف بار اكسباند لارج، ناف بار لايت، ناف بار بيج لايت. هنشوف يعني ايه دول. بس انا دلوقتي محتاجه ان انا اغير اللون بتاع ده، اللون بتاع، عايزه اغير اللون بتاع الديف ده واخليه بدل ما هو ابيض عايزه اخليه اسود. فانا هاجي هنا اروح اكتب انا عايزه اغير الكلر بتاعه
باك جراوند كلر عايزة اخليه اسود. تمام. المفروض نعمل امبورت للستايل شيت ده عندنا في البراكتس هنا. تمام. عشان يبدأ يقراه. ما هنروح كده هنلاقي ان لونه بقى اسود. لحظة. نيجي هنا فين الكلاس. تمام. ضيف كلاس ونسميه تست بس. الاقي نفسي ان انا كتبت كود عشان اغير اللون بتاعه. طب انا ممكن اغير اللون بتاعه من غير ما اروح اكتب له كود في السي اس. حاجه بسيطه خالص. ثانيه انا كتبت الكود فين. تمام جدا. ممكن اغيره من غير ما اروح اكتب له كود في السي اس اس. عندي حاجه فيها الوان في البوتستراب بتقدمها لي ان انا سهل ان انا اغير فيها من غير ما اقعد اكتب كود واروح السي اس اس واجي. بس هي المشكله ان هي الالوان محدوده شويه. يعني ايه محدوده؟ يعني مش هتلاقي الوان كتير، هم ازرق واسود. ونعمل فوكس شويه كده عشان يظهروا معاكم. واحمر والورنينج ده كل واحد منهم ليه اسم. ازاي هنقدر نستخدمهم عندنا هنا في الكود؟ هنيجي هنا لو بصينا هنا هنلاقي فيه بي جي لايت. ايه ده؟ لو جيت انا غيرت دي وخليتها دارك هنروح نلاقي ان هو بي اسود. يعني ايه ده؟ يبقى دي اختصار ل بي جي، اختصار background. تمام. طب التكست عندي مش باين. النقطة الكونتراست اللي احنا قلنا عليها اللون الاسود على الرماد مش باين. هبدأ اغير في اللون واخليه بدل ما هو لايت هخليه دارك. ان انا بستخدم السيم اللي عندي اللي انا ماشيه بيه سيم دارك. اجي هنا الاقيه اتغير بيه ابيض. تمام. احنا مثلا هنا كنا عندنا في الويب سايت قلنا ان ده لوجو مثلا، ده اسم الموقع. ايه اهو ادي الاخبار هنخليها لوجو. وعندنا في ايه تاني؟ في هوم عايزينها زي ما هي. فيتشرز عايزينها زي ما هي، خليها about بدل فيتشرز. تمام. كل ده انا بعمل تعديل للكود اللي انا اصلا واخداه كوبي. تمام. وعندي هنا قلنا هنعرض ايه؟ هنعرض المنتجات. تمام جدا. هنا اهو كل اللي عملته ان انا غيرت في التكست اللي مكتوب عندي. تمام. عشان بس وقت السيشن نكمل. نجيب السلايد شو. السلايد شو عندي في البوتستراب بيسميه حاجة اسمها كاروزل. منها كاروزل اهي. بيقدم لي كذا شكل للسلايد شو. عندي ان هو بيعرض لك الصور بس، وعندي ان هو بيعرض لك الصور ويز كنترول ان انت بتقدر تتحكم فيهم، ويز انديكيتور. ويز انديكيتور ان هو بيبقى عارض لك ان هو هنا في تابس من تحت كده، وبعد وقت معين هتلاقيه راح للصورة اللي بعدها. فهناخد الكود ده مناسب، ناخده كوبي نحط عندنا هنا. برضو ده هياخد معانا فول ويدث، فمش محتاجين نعمل رو وكولمز ونعمل كونتينر، فخلاص هنحطه ونروح نشوف شكله. هو مش باين. هو مش باين مش عشان احنا كاتبين كود غلط، احنا عشان مش حاطين صور. الكود ده بيبقى حاطط لك مكان اليو ار ال بتاع الايمج، حاطط لك سيمبل كده لللينك بتاع الصورة. انت بتبدأ تغير وتكتب اللينك اللي انت عايزه. هنيجي مثلا نشوف الصورة اللي احنا كنا مستخدمينها في الديزاين. ناخد اللينك بتاعها ونيجي هنا للكروزل اهو الايمج سورس نغيرها ونحط لينك. نيجي نشوف هنلاقيها اتعرضت عندنا. تمام جدا. الباقي لسه ما حطناش صور فيه، فبرضه عمل نفس الحوار. نيجي هنا نحط صور تاني. تمام. لحظة نجيب لينك تاني.
ادي مثلا صورة كمان، صورة ثالثة. احنا محتاجين بس ايه، تخيل الشكل بتاعها هيبقى ازاي، وان هو انا سهل هعدل عليها. تمام تمام، دي الصور اللي معايا. نبدأ نشوف ان احنا محتاجين نعمل ايه كمان. محتاجين نعمل اللي هو الاقسام، نقسم بقى الديفات. تمام، ده ايه؟ لحظة نكمل. عشان نقسم الديفات قلنا هنعرض ان في جزئين للمنتجات، مودرن وانتيك. نبدأ مثلا نشوف حاجة عندنا هنا، هنلاقي اسمها كارد، نبدأ نستخدمها. هتلاقي فيه كذا برضو شكل للكارد، فيه اللي هو صورة ومعاها تايتل ومعاها الديسكريبشن، ومثلا بدل جو هنخليها ان هو باي. تمام، كل دي اشكال للكارد، وانت بتختار الشكل المناسب بالنسبة لك. تمام، خلينا بس نختار دلوقتي اللي هو اول شكل ونبدأ ننفذه. طيب بداية كده احنا عايزين نضيف كام كارد؟ عايزين نضيف 2. قلنا الاتنين دول هنحطهم ازاي؟ هنحطهم هياخدوا كام من الجريد بتاعنا؟ هياخدوا 6. يبقى احنا نيجي عايزين نكريت 6، هنيجي هنا نكتب تمام. ادي هنا اول هنعمل div، نديها class row. تمام، قبل ما نعمل الdiv بتاعت class row المفروض نعمل div قلنا اسمها ايه؟ container. تمام تمام، الرو احنا دلوقتي معانا صف كامل، الصف ده هنقسمه 6 و6، يبقى هنعمل div كمان ونسميها، نديها الكلاس، مش نسميها، نديها الكلاس اللي موجود اصلا عندنا built in اللي هو columns، column 6. تمام، وهضيف الكود بتاع الكارد اللي عندي. تمام، كده ضفنا الكود. نيجي نشوف شكله هنا اهو، ده الكود اللي عندي. بس في مشكله صغيره كده، تحس ان الكارد لازقه قوي في السلايد شو اللي عندي. ازاي اقدر اتحكم في ده؟ ايه اللي انا ممكن استخدمه يحل لي المشكله دي؟ قولوا لي في الكومنتات ايه اللي اقدر استخدمه يخلي فيه مسافه ما بينهم مثلا. في حاجه احنا لسه قايلينها بتدي مسافه، قلناها في الديزاين وقلناها قبل كده، شرحت في سيشن قبل كده، حاجه بتدي مسافه ما بين كل ديف والتانية. مارجن توب، في حد كتبها صح في الكومنتات، مارجن توب بالاختصار بتاعها في البوت ستراب. عشان اعرف مارجن بروح استخدم لها ان انا بكتب مارجن توب في السي اس اس. تمام، وبقعد اديها مثلا القيمه بتاعتها، ان انا عايزه اسيب 12 مثلا بكسل. طيب هنا في حاجه تقدر تعمل لي ده في البوت ستراب من خطوه واحده. لو جينا هنا عند الرو وقلنا له ان الصف ده عايزاه يبعد عن اللي فوقيه بمارجن معين،
فهقول له margin T علامة 5. تمام. نيجي نشوف شكلها كده، هنشوف احنا ليه كتبنا 5. بعدت. تمام. نيجي نكمل. في عندي زيها في margin top، margin left، وفي margin right، وفي margin ايه تاني bottom. تمام. 5 عشان هو اصلا بوت ستراب فيه 5 قيم بس، 1 2 3 4 5، دي القيم الموجودة عندي اللي بقدر اغير ما بينهم. انا عايز اكتر من كده فاروح اعمل override على الكلاس اللي عندي واغير فيه واقول له ان انا محتاج اعمل مارجن بالقيمه اللي انا عايزاها غير الموجودين، بس بلت ان عني ان هم موجودين عندي ال5. لو جينا بصينا هنا عايزين نشوف المارجن، نشوف القيم بتاعتها. لحظه، هنلاقيها موجوده في النوتيشن. احنا عايزين نشوف النوتيشن بتاعتنا. اهو هنا عندك كل الاختصارات في البوت ستراب. اهو المارجن عشان تعمل المسافه اللي من بره، المارجن هو المسافه اللي احنا بنسيبها في الديف من بره، البادنج هي المسافه اللي من جوه. تمام. لو انت عايز تعمل مارجن فهتختار ان تي ان بي زي ما قلناهم. لو انت محتاج تعمل بادنج فهتختار بدل ما انت بتختار الام هتدوس البادنج. تمام. وهيبقى عندك زي ما قلنا ان في ال5 وفي الاوتو اللي هو تكتب مارجن بس. تمام. وده لو انت عايز تعمل الاوفر رايد عليهم. ونبدأ نرجع نكمل نشوف هنا محتاجين نعمل ايه تاني. نشوف نجرب نعمل البادنج 5 ونشوف شكلها يبقى اوضح لكم ازاي. اهو هتلاقوه ساب مسافة من جوه. الكارد تايتل دي كانت لازقة شوية هنا، ما كانش بنفس الشكل ده. تمام. وساب مسافة في الرو نفسها. يعني احنا ده بنتكلم ان احنا ده متقسمين رو. لو تخيلناهم في الديزاين هنلاقي ان هنا الجزء ده عندي كله رو، وهنا الكولومز هتلاقيه بعد شوية عن الرو هنا، مش لازق فيه زي الاول. تمام. نرجع نكمل. احنا محتاجين هنا بدل ما هو بيروح لللينك اكس عايزين يروح وياخد صورة. اهو السورس بتاع الصورة، خليه ياخد صورة عشان يعرضها. تمام. ده كويس. شوف دي نحطها هنا، ده لينك بالصورة. تمام. اهو. تمام. انا هنا مش محتاجة مثلا description title ده كله، انا خلاص عايز بس تعرض لي ان هنا الحاجات المودرن، فمش محتاجة ده كله. فهاجي هنا امسح الباراجراف بتاع الوصف واكتفي بس بان انا هكتب هنا ان ده الحاجات المودرن اللي عندي. تمام. وهنا هكتب شو مثلا. خلاص. ده ببساطة الكود بتاع الكارد. تمام. كده يبقى احنا فاهمين كل حاجة مكتوبة في الكود اللي احنا جايبينه كوبي. كل اللي احنا عملناه كريتنا كونتينر، حطينا رو جواه كولومز. الكولوم هنلاقي جواها ان احنا استخدمنا الديف بتاعة الكارد اللي هو الكود اللي احنا جايبينه جاهز. كل فين ان انت بتكتب الكلاس كارد، يعني انت ممكن ما تروحش تجيبه كوبي، ولو كتبت الكلاس كارد هيبقى تمام معاك. وتبدأ تحدد له مثلا هنا هو عامل مستخدم انلاين سي اس اس وكاتب ان هو عايز الويتس بتاعه يبقى 18. ومستخدم بعد كده هتلاقي الكارد نفسها بتتقسم لحاجتين، كارد بودي وكارد تايتل. احنا استخدمنا التايتل بتاعه غيرناه وجينا هنا قلنا له ان احنا عايزين نعمل شو في البوتنز مثلا، فقال لك هنا خلينا نشوف الجزء ده. في البوتنز هنا هتلاقي كاتب ان مديها كلاس اسمه بوتن، ده للزراير اكيد. طيب ايه البوتن برايمري دي؟ ده لون من الالوان. احنا فوق استخدمنا الدارك مثلا، خلينا بدل ما احنا مستخدمين الدارك نستخدم زي الديزاين اللي احنا عملناه. نشوف حاجة اصفر شوية، هنستخدم اللي هو وورنينج، هنلاقيه هنا لونه بيأصفر معانا. تمام. ونخلي مثلا التكست نرجعه تاني نخليه اسود، يبقى انا شغالة بالسيم لايت فرجع لي الخطوط اسود زي ما هي. تمام جدا.
جيت هنا ادي الشكل اللي عندي بتاع الديف اللي فيها المودرن والزرار بتاع الشو. عايزة برضو اغير اللون بتاع الشو، هاجي تحت عند البرايمري اخليها وورنينج. تمام جدا اهو. نرجع نكمل. عايزين زي ما احنا عاملين دي، عايزين نحط زيها تاني وتاخد نفس المساحة بتاعتها ونعرض فيها الانتيكس. نشوف هنحطها ازاي. نيجي هنا ادي دي نفس البتاعة، ناخدها تاني نفس الديف هي نحطها، هيكريت معانا. تمام، بس هو مش واخد الحجم بتاع الكولوم الكامل. احنا هنستخدم الكلاس ده نخليه ياخده مع الكارد عشان ياخد الحجم كامل. تمام تمام تمام. كده هيكون خد المساحتين عندي 6 و6، بس هنلاقي نفس الحوار تاني ان هما قريبين من بعض زيادة، فهبدأ اديهم مارجن، بس المرة دي هدي مارجن. تمام. فين الجزء بتاع الكارد عندنا اهو، هدي دي مارجن ليفت 5. وانزلهم لتحت عشان هو استخدم الكولومز كاملين، استخدم ال12، فهو مش لاقي مساحة، فطبيعي ان هو هينزل لتحت. لكن هنا حطهم جنب بعض. لو جينا بصينا عليهم في الشكل بتاع الريسبونسيف، لحظة واحدة، في غلط في القفلة بتاعة الديف، في ديف مفتوح. تمام تمام، هنلاقيهم عرضهم تحت بعض. نكمل نشوف ايه تاني كنا حاطين عايزين مثلا نستخدم الفوتر. هنلاقي مثلا الشكل ده كويس للفوتر، نبدأ نستخدمه معانا في الكود. هنيجي هنا ونشوف ده نهايته فين. تمام، ما خدوش كوبي، خدوه. تمام، هنيجي هنا هنلاقي ده شكل الفوتر عندنا من تحت. ده الديزاين في حجم الشاشة، في مقاس الشاشة بتاعة الفون، وده المقاس في مقاس الشاشة بتاعة الديسكتوب. هنبدأ بقى نعدل عليه ونظبط حجمه، ونعمل نضيف بادنج ونضيف مارجن، بحيث ان احنا نسنترهم في النص، بحيث ان احنا نضيف مثلا عدد اكتر، نضيف مثلا بدل ما احنا عارضين منتجين هنعرض 4، بدل ما احنا عارضين ديفين صغيرين هنعرض ديف تاخد الحجم كامل، وهكذا. كده تكون السيشن بتاعتنا خلصت، عشان الوقت ما اسعفناش ان احنا نكمل ونعمل الديزاين اللي احنا نفذناه. هبعت لكم التاسك، هننزله على الجروب بتاع الواتس وجروب الفيسبوك، وهتلاقوا في اخر السلايد هتلاقوا فيه شكل مبدئي. ده كل اللي اتكلمنا عليه. هتلاقوا ده التاسك بتاعكم. التاسك بتاعك هو عبارة عن ايه؟ نفس اللي احنا نفذناه النهارده، بس هتشوف كل واحد بقى يعمل ويب سايت على مزاجه، يعمل ويب سايت اللي هو حب. كل عامل منكم ان يبقى فيه ناف بار وفيه فوتر وفيه هنا البيج هيدنج اللي هي السلايد شو، وتشوف انت البرودكت اللي عندك هتعرضه ازاي، وتبدأ تقسمه. هنا هيبقى عندك 12 كولوم، وتبدأ تقسم 12 كولوم كل واحد فيه 4 ديفات. ومثلا لو انت مش عايز تستخدمهم ال 12 كاملين وهتستخدم تعرض المنتجات بتاعتك مثلا في 2 بس، فتبدأ تفكر ازاي تستغل الباقيين من غير ما تضيف فيهم حاجة
هو عموما انت لو كتبت بس كولوم مثلا 2 وما حطيتش جوه الديف دي اللي انت كريتها حاجة، فهو خلاص خد المساحة وهيسيبها فاضية، فانت ممكن تستخدمها ان انت تسنتر بيها الحاجات بتاعتك. تمام. ونفس الحوار هنا في الفوتر، هتستخدم الكود الجاهز عندك وتبدأ تعمل عليه اوفر رايد وتغير في الوانه وتغير في التكست بتاعه وتشوف انت محتاج تضيف فيه ايه ومحتاج تلغي منه ايه. بكده تكون السيشن خلصت. لو حد عنده اي سؤال يبدأ يكتب في الكومنتات، يبقى معانا دقيقتين مثلا. يعني لسه قاعدة معاكم دقيقتين، هنشوف لو حد عنده أي سؤال، سواء كان بوتستراب أو كان يو آي. تمام.